ممشى أهل مصر. ممشى أهل مصر على الكورنيش، كورنيش احنا النيل. عايزين نتفق ان انت تفتح بعد كده الفيديو زي ما بتعمل ايه يا محمود؟ ايوه بتعمل ايه يا محمود؟ تتفق على الاتفاق ده، وبعد كده وانت بتقول تعمل ايه يا محمود تعالى قول للناس بقى من ورا اللي هو اشترك والحاجات الكلام اعجب واشترك وفعل الجرس والكلام الفاضي ده. ايوه انا بقول لك ممشى الكلام الفاضي. اهل مصر. ايوه لسه ب 20 جنيه. لسه ب 20 جنيه. خلاص يا عم. اشمعنى لسه ب 20؟ عشان يعني كله هيزيد كله بيزيد. لسه ما فيش حاجه زادت، دي ما زادتش الحمد لله. هنشوف معانا قدام. محمود هقول للناس حاجه حلوه دلوقتي. ايوه شايفين البرجين دول يا جدعان؟ بيفكرونا شويه ببرجين العالمين، يعني نقنع نفسنا ان احنا في العالمين. ايوه ده بتاع البنك الاهلي. طب استنى صورني صوره حضرتك. نقنع نفسنا صح؟ نقنع نفسنا ان احنا فيها، صح ولا مش صح؟ بس عشان ما اللي مش حابب يروح مواصلات كتيره ويتعب نفسه، عشان أنا المشوار بالنسبه لي مش لذيذ. كانت بتتأجر. طبعا كاتبين السعر بره وارقامه جميله. اللي عايز بقى كده احنا عشان دوت داخل واخد حته في مش من تحت. كانك قاعد على النيل كده، بتبقى حلوه الحاجات اللي بتبقى قاعده على النيل دي. بس انا عامله سلسله فيديوهات هتلاقيها موجوده، في سلسله فيديوهات على النيل موجوده فيها كذا كافيه وكذا حاجات، ومنهم حديقه الفنون. لا بس هم موجود حديقه الفنون وحديقه العبور، في كذا حاجه كده، في منهم في الزمالك، في منهم في الجيزه، في منهم في عند الشبرا اللي عند كوبري تحيا مصر. في كذا فيديو على الكافيهات اللي في النيل والحدائق والحاجات دي اللي بتقعد فيها انت قاعد على النيل ودافع حق التذكره بس، ومشروب بسيط، يعني مش بتدفع ارقام كبيره، ما بيعديش مثلا للفردين 100 جنيه 150 جنيه، كلام فاضي يعني، وانت قاعد على النيل. طبعا ده الناس اللي زي اللي على نفسها تروح تقعد على البحر في اسكندريه والاماكن دي، فاحنا عندنا بدلها اماكن على النيل، فهتلاقي في حديقه الفنون، في عندك العبور، في كذا حاجه انا عاملاها في فيديوهات موجوده عندهم. تكمله لمحمود وهو ماشي في ممشى مصر بيتمشى. احنا المره دي جايبين من عند الوكاله، مش من عند اركاديا. عند الوكاله ورايح على نفهم الاتجاهات. ايوه في فيديو قبل كده اللي حابب يشوف كان في الشتاء اللي فات. عكسنا العكس. قلنا نجربه في الصيف. انا جربته المره اللي فاتت كان في الشتاء، المره دي قلت اجربه في الصيف. طب والله كان في الشتاء اللي فات. انا عايزاكم تخشوا تتفرجوا على الفيديو، هتلاقي ان الفيديو كانت الدنيا كانت شمس. هو تقريبا فرق توقيت لما انا جيت. كانت الدنيا شمس وكانت الاضاءه حلوه وكانت بدري. انا جيت هنا دلوقتي عشان الدنيا حر والواحد مش قادر، فجيت على حوالي الساعه 7، فعشان كده الشمس هديت بقى ونزلت والاضاءه مش جامده اوفر يعني.